حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل. لو هتصبح على مصر برسالة هتقول لها ايه؟ ربنا يقوي مصر على مصر. والله صباح الخير عليك يا مصر، ويا رب تكون احسن ودايما في التقدم ان شاء الله. عمار يا مصر، وان شاء الله دايما في تقدم. خلي بالك من نفسك، ورجالتك المفروض يصحوا ويبقوا واعيين كويس قوي للي بيحصل. بيستلف 12 جنيه هصب على مصر بجنيه، طب انا هعمل ايه بقى بعد كده؟ انا هبعت لها فلوس كلمي حتى لو مش معايا رصيد، وهي هترد عليا. اقول لها احنا مش لاقيين شقه عشان نتجوز، اقول لها احنا مش لاقيين شغل عشان نشتغل. الواحد بيصبح على مصر باي حاجه، مصر دي بلدي، بس الدول ما بتتبناش بالدعم الشعب. الشعب محتاج، الشعب بيشتغل وبيشقى. لما انا ادفع جنيه كل يوم هتروح لفين؟ موضوع اصبح على مصر بجنيه ده يعني انا الحقيقه مش مقتنعه بيه، يعني لان انا شايفه ان حتى اي فلوس بتيجي لمصر ما بتستغلش في المكان الصح. انا رافضه الموضوع تماما بصراحه، مش مقتنعه بيه. بابا وماما امبارح بعتوا الرسالة يصبحوا على مصر عشان عايزين مصر تقوم. انت امنه بكتاب الله وتبشيره وبوجود الرئيس السيسي. موافق على انك تبعت رسالة بجنيه لمصر؟ دي اقل حاجه ممكن نبعتها ونساهم فيها لمصر، وبعدين رساله بجنيه دي ولا حاجه. زي ما الرئيس قال لو نملك نبيع نفسنا لمصر نبيع نفسنا لمصر. بعدين طب ما يصب على الناس ويقول لهم رخصوا الحاجه. مصر مش محتاجه حد يصب عليها، ده مصر تصب على العالم كله اصلا. البلد فيها موارد كتير مش هنشحت عليها. لو كل واحد ساهم بجنيه في الحمله دي يا ريت، بس يا ريت اللي معاهم اكتر يساهموا باكتر. صبح يا حلو طل، يا حلو صبح يا نهارنا فل.